عمرك تخيلت ان تقنيات الذكاء الاصطناعي توصل بيك لدرجة ان هي تكون متاحة ليك مجانا وفي اي وقت؟ تقنيات من شركات كبرى، شركات عالمية كلها بتتنافس عشان توفر لك الخدمة دي. مش بس تشات جي بي تي او مايكروسوفت بينج او باقي البرامج التانية اللي هم بيوفروا التكست بيز. طبعا احنا عندنا ميد جيرني وعندنا غيرها من تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي تقدر انك انت تستخدمها في الفورميشن بتاعت صور مثلا او انتاج فيديوهات او غيرها. بس في الفيديو ده انا حابب ان انا اعمل مقارنة سريعة ما بين بارد اللي انا بقالي يومين بستخدمه وما بين تشات جي بي تي اللي انا بستخدمه من بداية السنة. فخلينا نبدأ نتكلم بشكل عام عن الحاجات دي، لان هي بصراحة انا لما جربت بارد اكتشفت ان هو بيتميز عن شات جي بي تي بحاجات كتير جدا. وبالرغم من ان شات جي بي تي مش متاح في مصر وفي دول كتير عربية برضو مش متاح فيها، الا ان جوجل بارد او جوجل اعلنت من يومين ان بارد بقى متاح في 180 دولة. ده كده برنامج بارد، وبكل بساطة انت ممكن تدخل على جوجل وتكتب بارد وتعمل سيرش عنه، بيجي لك بقى ايه بارد او bard.google.com، وده الشكل بتاعه. اول حاجه خلينا نتكلم عنها في جوجل بارد اللي هو الانترفيس بتاعته. هو عباره عن تطبيق من تطبيقات جوجل، لدرجه انك انت لو دوست هنا هتلاقي باقي تطبيقات جوجل متاحه ليك، تقدر انك انت تخش على التطبيق اللي انت عايزه. عايزين نساله ايه الفرق ما بينه وما بين شات جي بي تي. هنكتب what's the difference between chat GPT and bard ونشوف هيقول لنا ايه. طبعا في حاجة تهمنا احنا كعرب، ان هي تشات جي بي تي بيستقبل اسئلة باللغة العربية ويجاوب عليها. مش بس اللغة العربية، كمان ده بيجاوب على أسئلة باللهجة العامية نفسها، اللهجة العامية المصرية أو ممكن اللهجات العربية التانية. جوجل مش متاح فيه ده. تقريبا هم 5 لغات في الوقت الحالي، إنجليزي وياباني تقريبا وألماني وحاجات تانية، لكن مش من ضمنهم اللغة العربية. فأول حاجة حابين إن احنا نتكلم عنها الديفرنسز أو الاختلافات ما بينهم. فبيقول لك إيه؟ بيقول لك الإجابة بتاعت جوجل بارد، بيقول لك Chat GPT and Bard are both language models but they have some differences. عندك مثلا ايه الداتا سورس المحرك الذكاء الاصطناعي بتاع تشات جي بي تي اتمرن على ايه؟ هو اتمرن على الداتا set of text and code that goes until 2021. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان اي حدث حصل بعد 2021، يعني مثلا في 2022 او 2023، تشات جي بي تي مش جي بي تي 4، تشات جي بي تي مش هيعرف يجاوبك عليه. while Bard is trained on a data set that is constantly being updated. يعني هو اونلاين ومستمر. يعني عندك تشات جي بي تي هم مرنوه على داتا، جمعوا له الداتا وقالوا له خد الداتا اهي، تمام، واتمرن عليها لحد امتى الداتا دي 2021. اما بارد فهو متصل بالانترنت وبيسحب الداتا كلها لايف من الانترنت حتى وانت بتساله السؤال ده. تاني حاجه access to the internet، دي احنا اوريدي شرحناها دلوقتي، اللي هو تشات جي بي تي does not have access to the internet. هتيجي تقول لي ايه ده؟ طب ما انا من غير انترنت مش عارف استخدم تشات جي بي تي. في حاجه، تشات جي بي تي عشان يجاوبك it does not have an access to the internet. انت عشان تسال تشات جي بي تي فانت محتاج تبقى متصل بالانترنت عشان خاطر تعرف توصل للسيرفرات بتاعه تشات جي بي تي. انما تشات جي بي تي بعد ما ياخد منك السؤال هو مش بيروح يدور على الانترنت على معلومات يجاوب بيها السؤال بتاعك، لا، ده هو الداتا المحفوظة اللي عنده اللي اخرها 2021 هي دي اللي بياخد منها الإجابة ويديها لك. انما بارد فهو متصل بالانترنت. دي تاني نقطه. تالت نقطه عندنا الانترفيس. تشات جي بي تي has a traditional chatbot interface while Bard has a more conversational interface. that ده معناه ايه؟ معناه ان بارد يعني تحس ان هو ايه conversational اكتر. يعني ايه؟ محادثي، دي الترجمه الحرفيه بتاعتها، لكن نقول ايه natural، طبيعي اكتر من تشات جي بي تي بشكل عام. يعني this means that Bard is more natural to interact with and easier to use. يعني هو يعني طبيعي اكتر، شكله طبيعي اكتر و easier to use، وده الحقيقه اللي انا شفته وجربته. الاكيرسي بقى بيقول لك Bard is generally more accurate than ChatGPT. This because Bard has access to more data and can draw its response from the internet real time. وهنا بقى ايه، انا محتاج اشرح لكم حاجه. جوجل يا شباب هي اكبر شركه
عندها وصول على المواقع اللي موجودة في العالم كله والمعلومات كلها. ليه؟ لأن ده أضخم محرك بحث موجود. فعنده حاجة اسمها كرولرز، عندها أدوات تقدر بيها توصل لمواقع كتير جدا جدا، أكتر من أي تول تانية أو أكتر من أي موقع تانية، عشان خاطر ياخد بيها المعلومات. ودي حاجة ضمن الحاجات اللي هي تبع السيرش انجن اوبتمايزيشن أو الاس اي او، بحيث ان من مصلحة المواقع التانية ان الكرولرز دي توصل للموقع بتاعهم، بحيث ان يلقطها محرك بحث جوجل، فنتائج البحث بتاعتهم تظهر في الاول وهكذا والحاجات دي يعني. فبارد عنده اكسس لكل ده، ما هو صناعة جوجل نفسها، فعنده اكسس للكرولرز دي والداتا دي كلها. فعشان كده هو اقوى من شات جي بي تي في حته المعلوماتيه، ان هو يقدر يوصل لمعلومات كتير جدا بالرغم من قوه شات جي بي تي، الا ان بارد مغطي عليه. نرجع بقى تاني للمقارنات. بيقول لك الكرياتيفيتي شات جي بي تي is generally more creative than بارد. هنا بقى بارد جاوب اجابه نيجاتيف عليه وبوزيتيف على شات جي بي تي. بيقول لك بيقول لك ان شات جي بي تي هو كرياتيف اكتر، يعني ابداعي اكتر من بارد. This is because ChatGPT is not constrained by the need to be accurate. اوكي، هو ضربها في وشه مره تاني. بيقول لك بيقول لك ان تشات جي بي تي مش محجوم، مش محجم ان هو يكون accurate، يعني اجاباته دقيقه. مش عارف هو يعني تحس ان هو شغل ضرب من تحت الحزام يعني. Overall, Bard is more powerful and versatile than ChatGPT. ده الشكل العام بتاع بارد، وده الشكل العام بتاع تشات جي بي تي. انا سألت سؤال لتشات جي بي تي هنا وقلت له could you please give me a summary of news in Egypt in 2023. وتشات جي بي تي قال لي I'm sorry but as a language model my response is generated based on the pre-existing knowledge up until September 2021. فبيقول لي بيقول لي انا ما عنديش معلومات عن 2023 دي، لسه ما جاتليش. تمام، خلينا نسال نفس السؤال عن مع جوجل ونشوف هيقول لنا برضو من ضمن الحاجات اللي بتميز جوجل ان هو العلامه دي بتقعد تلف تلف تلف، وبعدين يروح خبطك الاجابه في وشك كده كلها مره واحده. تمام، يعني العلامه دي هو بيحسسك بيها ان هو بيبحث وبيعمل لك الاجابه بتاعتك، بيصنع لك الاجابه بتاعتك او بيجهز لك الاجابه بتاعتك. بس مختلف عن شات جي بي تي ان انا اقدر ان انا اساله مثلا then، يعني انا مثلا اقول then what happens in 2021 ماشي، واروح مثلا اساله سؤال. بص هنا شات جي بي تي بيبدا ان هو يجاوب عن طريق كانه بيكتب لك، عمال يكتب لك واحده واحده، انما ده يقعد يلود وبعدين يروح خبطك الاجابه مره واحده. نرجع بقى تاني للحته بتاعه الاجابه نفسها. هنا لو خدت بالك هو بدا يجاوب هنا اجابه ريسنت، يعني اجابه لحظيه، اجابه فعلا حاصله اليومين دول وكده يعني. فبيتكلم بقى عن ان الايكونومي بتاعت ايجيبت والايجيبشن جوفرمنت continue to implement series of economic reforms وهكذا والحاجات دي كلها. حاولت مع تشات جي بي تي مع بارد قبل كده ان هو يترجم لي حاجه، لا ما فيش. يعني مثلا عشان خاطر هو ما بيعرفش عربي، يعني انا مثلا اكتب translate your answer into، فلما باجي مثلا اقول له translate your answer into Arabic، من الاخر كده ما يعرفش عربي. نفس الاجابه دي ممكن اروح هنا واروح قايل كده translate this your answer into Arabic، هتلاقيه فورا بدأ يترجم الإجابة بتاعته للغة العربية، لأن هو شاطر في الحتة دي. فلو أنت عايز تستخدم تشات جي بي تي أو استخدامك الأساسي ليه هيكون في اللغة ترجمة اللغات وكده، يعني أنا كمترجم أحب أقول لك إن الترجمة بتاعة تشات جي بي تي هي أقوى من ترجمة جوجل اللي هي جوجل ترانسليت. وما نتلخبطش ما بين منتجات جوجل، بارد حاجه وجوجل ترانسليت حاجه تاني، هما الاثنين تبع جوجل، بس ده محرك ترجمه والتاني محرك ذكاء اصطناعي. تمام، فده بالنسبه لتشات جي بي تي وبارد. وبرضو عندنا تشات جي بي تي تقدر انك انت تشوف الهيستوري كلها جنبك هنا على جنب على الجنب في الشاشه نفسها، في الصفحه نفسها.
انما بارد فهو عنده هيستوري هنا موجوده اهي، بتدوس على كلمه بارد اكتيفيتي وبتلاقيها بقى موجوده هنا، تبدا انك انت تبص وتدور فيها، بس هتلاقيها في صفحه مختلفه. المشكله هنا ان هو ايه الاكسس بتاعت الهيستوري، انا شايف الاكسس بتاعت الهيستوري بالنسبه لشات جي بي تي هي افضل من الاكسس بتاعت الهيستوري بتاعت بارد، لكن كمان بارد بيتيح ليك انك انت تقفل الهيستوري دي ويبقى انت مفيش هيستوري موجوده ليك. بشكل عام حسيت ان بارد جاوبني على كميه اسئله وكميه حاجات بشكل اكيوريت ومنظم بليزنج، يعني مريح ليا انا اكتر من تشات جي بي تي، وحبيت بارد جدا جدا. معلومه ليكم، بما انك انت في مصر فبيبقى صعب، ينفع انك انت تعمل اكونت على تشات جي بي تي بس مش بسهوله، لازم رقم امريكي وحوارات زي كده او حد يعمله لك وكده يعني. انما بارد هو متاح لاي حد عنده اكونت جيميل، وطبعا اغلب الناس عندها اكونت جيميل، فانت مجرد ما يكون عندك اكونت جيميل تقدر انك انت تدخل وتساين اب فور بارد وتستخدمه وتستفيد منه في حاجات كتير جدا جدا. وانا بصراحه استفدت منه في حاجات كتير قوي. يعني انا بستخدم شات جي بي تي في ان هو يعمل لي سكريبتات لفيديوهات عن منتجات وكده يعني. فهدي مثلا ايه السكريبت ده، نديله السكريبت ده كده نشوف لا لبارد اقصد، ونشوف هو هيقول ايه. عمل لي بقى الانترو، كتب لي هنا السكريبت كله. بص بقى انا ممكن اعمل حركه صعبه جدا، خليني مثلا اقول له ايه could you give me a shooting scenes for this script او scene 1 introduce the product, show the product in use, highlight the product's features and benefits, scene 2 كذا كذا، scene 3 4 وهكذا يعني. فهو ايه بيربط السكريبت اللي عمله لي بالشوتنج سينز اللي انتوا شايفينها كده. اتمنى يكون الفيديو خفيف لطيف لذيذ عليكم، وان شاء الله باذن الله في فيديوهات جايه كتير جدا جدا عن بارد وتشات جي بي تي وتقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل عام يعني، لان الموضوع ده بقى مجنني جدا وبقيت احب اتكلم فيه، بقيت احب يعني. انا بقالي شهور اصلا عمال اتعلم كتير عن تشات جي بي تي. طبعا تقدر انك انت تغير ايه في البارد من اللايت للدارك ومن الدارك لللايت وهكذا يعني. بس اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.